اخويا اتجوز مع امي في الشقه، وفي الاخر قال لها امشي وما تجيش هنا تاني، ضيقت الشقه علينا. احنا 3 بنات كده على اخ واحد، واحنا 3 متجوزين، وكان فاضل بس اخويا. فامي طبعا ابويا خلاص مات وايه، وما جوزش اخويا وما جهزوش وما عملوش حاجه خشب وكده ولا جاب له شقه. فاحنا اقترحنا عليه ان هو يتجوز مع امي في نفس الشقه، وهو بصراحه وافق وما اعترضش، وعروسته كمان لما خطب ما قالتش حاجه. المهم فضلوا عايشين مع بعض في نفس الشقه، وخلف هو 3 اولاد، وكل شويه اولاده بقى بيكبروا والشقه بتضيق عليهم. هو حاسس ان الشقه بتضيق واحنا حاسين برضو، وامي كمان حاسه. المهم احنا اقترحنا عليه خلاص ان هو يقعد في الشقه هو واولاده، وامي تيجي تعيش معانا شويه، يعني معايا شويه، مع اختي دي شويه، مع اختي دي شويه، كده تتقسم علينا يعني، علشان برضو ما تحسش بملل او كده. ووافقنا والدنيا مشت. في الاخر اخويا برضو ولاده كل ما يكبروا كل ما يحسوا ان الشقه بتضيق عليهم، وربنا كرمه ووسع عليه وبدا ان هو يخرج من البيت وجاب شقه تانية بره. ففي الوقت ده احنا قلنا له خلاص هات بقى مفتاح الشقه علشان امك ترجع تعيش فيها تبقى براحتها، بدل ان هي ايه عند كل واحده فينا شويه. قال لا، انتوا خلاص اتاقلمتوا على وضع زي ده، وهي قاعده عندكم، وانتوا خلاص كل واحد فيكم قاعد في شقته وهي عند كل واحد شويه، الشقه دي بتاعتي وبتاعت عيالي. إيه انتوا مش محتاجينها. قلنا له طب ما انت كمان مش محتاجها وجبت شقه تانية. قال لا بس انا ليا 3 اولاد هعمل فيهم ايه. قلنا له طيب